واحد الاخ تيقول في واحد التعليق سؤال موجه للزوجه: علاش في نظرك يا اختي راجلك تيخونك؟ جاوبي بصراحه وبلا كذوب. انا هنا اخي غادي نجاوبك لانني انا امراه، وثاني حاجه لانني زوجه. ونقدر نقول لك اخويا بانه واحد 80 حتى 85% ديال الخيانه ديال الرجل، انا بالنسبه لي السبب ديالها هي المراه. هنا غنهضر لك من الحقيقه ومن الواقع. ملي كنجلس مع الاخوات وتنهضر معاهم تنلقى بان الاكثريه ديال الاخوات اللي كيعترفوا. انا كنجلس مع الاخوات، اول حاجه اللي غتجلس تعاود لي الصراحه الحقيقه، اللي غتعترف بالاخطاء ديالها. اما اللي كتحس براسها ما كنحاول نناقش معاها. ونقدر نقول لكم يا اخواتي بين 80 حتى 85% ديال الاسباب ديال الخيانه ديال الزوج كترجع ليك، كترجع لينا، وكترجع ليا ولكل شيء. انا ان شاء الله نشرح لك. فمثلا ملي يكون واحد الفراغ العاطفي ما بين البرود العاطفي ما بين المراه وراجلها، من المراه ما كتستقبلش واحد الاهتمام كتنفر داك الراجل. ومني كتنفر داك الراجل ماشي بحال المراه. الراجل كيقلب على البديل، فين يرتاح، الاهتمام، الحب، وحتى المعاشره الزوجيه الا حرمتيه منه. عكس حنايا العيالات، حنا منين ما كنلقاوش الاهتمام كنفروا وكنتكمشوا وكنسكتوا. فهمتي؟ هذا خطا كبير تيوقعوا فيه الزوجات. على هذاك الشيء علاش كنقول لك ان 80 حتى 85% ديال العيالات السبب الرئيسي ديال الخيانه ديال الازواج ديالهم هما العيالات بنفسهم. انا كنتمنى انني نكون جاوبتك، وجاوبتك هنا بالحقيقه والواقع. اكيد انه بزاف ديال الاخوات اللي غيكونوا ما متفقينش معايا، ولكن راه الحقيقه، وإلا قدرنا نتقبلوا الحقيقه نقدروا نغيروا بزاف ديال الحوايج في الحياه ديالنا. حاجه واحده اخرى يا اختي واخواتي، الله يجزيكم بخير اللي كتشوفوا هذا الفيديو، حاولوا ما امكن تجلسوا مع راسكم تعرفوا الاخطاء ديالكم. واحد الحاجه اللي مهمه بزاف بزاف هو مني كيكون واحد الفراغ، واحد البرود العاطفي بيني وبين راجلي، ما نفرش نقلب انا نكري، انا نخلق داك الاهتمام لراجلي واخا ما كناخذوش. انا الحمد لله وشكر الله، السبب الرئيسي اللي خلاني انني وليت سعيده في الحياه ديالي من بعد حرب والمشاكل وهذه شنو؟ دائما ما كنتسناش المقابل، كنعطي. الحمد لله والشكر لله بعد صبر وصبر ثم صبر وليت كنستقبل. راه عطي، الا بغيتي الاهتمام عطي الاهتمام غتاخدي الاهتمام، بغيتي الحب عطي المحبه بلا ما تسناي المقابل وغتلقاي المقابل. كوني على يقين. نتوما دائما كتسناو المقابل من الطرف الاخر من الرجل، والرجل كيقلب عليه في بلاصه وحده اخرى، ما يتسناكش، ما يقولش لك. انتي خاصك تعيقي براسك. شوف البنات، شوف العيالات، راه اكيد الهضره ديالي غتجيكم قاصحه ولا عبيطه ولا ما عرفتش كيفاش غتفهموها، ولكن كنقسم لكم بالله العلي العظيم الا راه هذه راه الحقيقه والواقع. شحال من اسره تشتات، وشحال من طلاق ارتفعت نسبه الطلاق بزاف، والمشاكل ما بين الازواج. علاش؟ راه كلشي بيدينا. ما تصنتيش المجتمع، ما تصنتيش لهادوك، تصنتي لقلبك. هذاك الراجل بغيتيه وبغاك. كيوقعوا نقاشات، راه الخوت اللي كيكونوا في كرش وحده وكيتناقشوا، امك اللي انتي ولداتك وكتناقشي معها وما ادراك الزوج ديالك. دونك حاولوا ما امكن تصلحوا الا كاين ما يتصلح، ونحيدوا منا ديك الانانيه والغرور. كنتمنى ان نكون المعنى وصل، وإلا بان المعنى لا فايده من التكرار.